أكيد في يوم من الأيام سمعت الرقم الغريب ده. إحنا كبشر لحد دلوقتي ما اكتشفناش غير 5% من المحيطات، رغم إننا وصلنا للفضاء وصورنا المريخ وبنتكلم مع الذكاء الاصطناعي دلوقتي. لسه المحيطات بالنسبة لنا عالم مظلم وغامض ومجهول بالكامل تقريبا. طيب إزاي؟ يعني احنا عندنا غواصات وأقمار صناعية وكاميرات بتصور بدقة الميكرون، ومع ذلك البحر اللي تحت رجلينا مش عارفينه. في الفيديو ده هنتكلم عن سر غموض المحيطات وليه العلم لحد دلوقتي عاجز قدامها. أهلا بيكم، أنا محمد عاطف، وقبل ما نبدأ ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. أول حاجة الحجم المهول اللي ما يخطرش على بالك. المحيطات بتغطي أكتر من 70% من سطح الكوكب، يعني اليابسة اللي احنا عايشين عليها ما تمثلش حتى التلت من الكوكب. ولو حسبنا الحجم فالمحيطات فيها أكتر من 1.3 مليار كيلومتر مكعب من المية. أكبر محيط فيهم هو المحيط الهادي، وده لوحده أكبر من كل اليابسة اللي على الأرض مجتمعة. يعني المحيطات مش بس كبيرة، دي كوكب تاني بالكامل تحت رجلينا. لو نزلت تحت سطح البحر كل 10 متر الضغط بيزيد مرة ونص على الضغط الجوي اللي فوقه، فعلى عمق 1000 متر الضغط حوالي 100 مرة أكتر من الضغط اللي بتتعرض له فوق اليابسة. وأعمق نقطة في البحر اسمها خندق ماريانا، عمقها بيوصل لحوالي 11 كيلومتر تحت سطح البحر. الضغط هناك بيوصل ل 1100 ضغط جوي، يعني أي جسم هيوصل للعمق ده هيتفرم في أجزاء من الثانية. وحتى الآلات اللي بيبعتوها بتتحطم أو بتبوظ بسرعة، لأن التكنولوجيا العادية ما بتستحملش الضغط ده. في غواصة واحدة بس اسمها ديب سي تشالنجر نزلت العمق ده سنة 2012، وكان اللي فيها جيمس كاميرون مخرج فيلم تايتانيك. وده بيوريك قد ايه الموضوع مرعب، حتى العلماء نفسهم بيخافوا يغامروا. الضوء الطبيعي بيوصل لعمق 200 متر تقريبا، بعد كده الدنيا بتدخل في ظلمة سودة تماما، وبعد 1000 متر مفيش أي ضوء على الإطلاق. ده غير إن درجة الحرارة بتوصل ل 2 درجة مئوية أو أقل. تفتكر إزاي هنستكشف بيئة بالشكل ده؟ علشان كده التصوير بيتم بكشافات قوية، لكنها بتكشف جزء صغير جدا، وبعدها الأجهزة بتبوظ أو الكائنات بتهرب أو المكان كله بيتغير بسبب الطيارات. وبرضه في حاجة مهمة، إنه مفيش جي بي إس ومفيش إرسال. جربت تمسك تليفونك في البحر حتى في 3 متر تحت المية الشبكة بتقطع، وده لأن المية بتمتص الموجات الكهرومغناطيسية زي الراديو والواي فاي. يعني لو بعت غواصة روبوت تحت غالبا الإشارة هتتقطع وممكن ما تعرفش ترجعها تاني. علشان كده كل الاستكشافات بتحصل بكابلات طويلة جدا، أو بيسيبوا الروبوت يرجع لوحده، وده مخاطره مرعبة. المحيط مش ساكن، ده بيتحرك دايما. المحيطات فيها حاجة اسمها تيارات مائية عميقة، ودي بتمشي بسرعات كبيرة تحت السطح، زي تيار الخليج اللي لو اتغير أو تعطل ممكن يأثر على مناخ العالم كله. في كمان أعاصير مائية تحت سطح البحر وبراكين وزلازل. في براكين بحرية بتنشط فجأة وبتغير شكل القاع بالكامل، يعني ممكن تبعت بعثة تستكشف منطقة وترجع تاني بعد شهر تلاقي المكان اختفى، وده بيخلي الاستكشاف علميا صعب جدا ومكلف. في أعماق البحر اكتشفوا كائنات محدش كان يتخيل وجودها. اكتشفوا سمكة عندها ضوء فوق دماغها بتجذب به الفريسة. اكتشفوا دودة بتعيش جوه العظم بتاع الحيتان الميتة وسموها دودة الزومبي. واكتشفوا كمان كائنات حجمها ضخم وبتعيش في الظلام التام، وحاجات لسه ما اتسمتش، مجرد كاميرات صورتها مرة ومحدش شافها تاني. المنطقة دي اسمها المنطقة العميقة، وده يعتبر العالم الحقيقي اللي معمول منه أفلام الخيال العلمي. رغم إن البحر مليان موارد، إلا إن استكشافه بياخد 1% بس من ميزانية البحث العلمي على مستوى العالم، على عكس الفضاء اللي بياخد أضعاف كده. لأن الفضاء ليه إعلانات وهيبة ومجال استثماري أكبر، لكن البحر صعب ومكلف ومش بيجيب عائد سريع. في نظرية بتقول إن المحيطات ممكن يكون فيها كائنات ذكية بدائية لسه ما شفناهاش. وكمان في سنة 1997 العلماء سجلوا صوت غامض تحت البحر، وكان الصوت عالي جدا وما قدروش يحددوا مصدره، وده سبب رعب وقتها. في دراسات بتقول إن أكتر من 80% من الكائنات البحرية لسه ما نعرفهاش. طيب في النهاية ليه ما اكتشفناش غير 5% من المحيط؟ لأن البحر مش سهل، ده عالم مستقل وضخم وعميق ومظلم ومتغير ومليان رعب وعجائب. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتكتب لي في التعليقات تحب اعمل الحلقة الجاية عن اغرب الكائنات اللي اكتشفوها في الاعماق، ولا عن الصوت الغامض اللي سمعوه.